اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايبي وحشتوني جدا، قلت اعمل لكم بقى مولتو ميني كرواسون، اي حاجه يعني زي ما تحبوا. عملت لكم دوناتس وعملت ميني كرواسون بالجبنه. يعني بصوا عملت لكم تشكيله حلوه قوي. زي ما انتم شايفين الكميه اللهم بارك حلوه جدا. من 6 كوبايات دقيق عملنا الكميه دي كلها، غير طبعا اللي ولادي ما شاء الله يعني كلوهم واقفين. زي ما انتم شايفين الكمية حلوة قوي، وبصوا كان حلو جدا وكان سهل وجميل. كل ده عملناه بعجينة واحدة. عملنا دوناتس وعملنا ميني كرواسون او مولتو زي ما تحبوا، يعني زي ما انتم عايزين تسموه. بالشوكولاتة، حشينا بالشوكولاتة حلو جدا واحلى من الجاهز طبعا. يعني المولتو دلوقتي بقى كيس معرفش ب5 جنيه ولا ب7 جنيه، وفي وحدتين او 3 وحدات صغيرين خالص ملوش اي لازمه. انتي ممكن تعملي حتى بكوبايه دي لولادك. يعني تعالوا بقى نسمي ونشوف الطريقه مع بعض. هنا معايا 6 كوبايات دي، انا زودت. انتي ممكن تعملي نص كيلو، ممكن تعملي كوبايتين 3 كوبايات زي ما انتي محبه، بس انا زودت يعني عشان قلت هعمل كذا حاجه. هنا معايا 6 كوبايات دي، معايا علبه زبادي، معايا كوبايه ميه دافيه، معايا بيضايه، معايا معلقه ونص خميره كبيره عشان انا طبعا مزوده في الدقيق، معايا 3 معالق كبار سكر، معايا 3 معالق لبن بودر. عندك ما عندكيش مفيش مشكله، مش لازم أن تحطي. انا حطيت لان هما كانوا عندي فقلت اما اعمل بيهم، يعني فاهمين. انما هو يعني مش لازم يعني تجبريش نفسك عليه، لو مفيش خلاص مفيش مشكله. بس وفانيليا طبعا عشان البيض اللي احنا هنحطه. وهنا معايا بتاع 100 جرام زبده كده، بس اهم حاجه زبده. يعني مش مينفعش بقى سمنه والكلام ده، هي المعجنات دي بالذات الدوناتس والحاجات دي تبقى حلوه في الزبده. تمام. ممكن تحطي زيت برضو، الزيت بيبقى حلو برضو في الحاجات دي. بس هنا بقى انا حطيت الاول معايا كوبايه الميه الدافيه، وعليها معلقه ونص كبار خميره، وقلبتهم الاول والسكر. يبقى حطينا الخميره والميه والسكر، دي اهم حاجه لازم نحطها في الاول. وقلبتها كده شويه لغايه لما السكر داب معايا والخميره. انا طبعا عارفه ان الخميره بتاعتي شغاله كويسه. انتي لو مش عارفه غطيهم شويه وهتلاقيها عملت فقاعات كده، تعرفي ان الخميره بتاعتك شغاله. بنعمل لها تيست في الاول. بس ونزلت بقى عليهم بعلبة الزبادي وبعد كده بالبضاية، وهقلبهم بقى كويس بالمضرب بتاعي. وهنزل بقى بشوية الفانيليا اللي معايا. ممكن تحطي كيس كيسين اللي متاح عندك يعني. تمام. الفانيليا طبعا مهمة جدا عشان خاطر البيض اللي احنا حطيناه. وبعدين الفانيليا في المعجنات بتبقى حلوة جدا، بتضيع زفارة البيض نهائي. يعني بصوا ما بتحسوش بأي زفارة بيض خالص. بس هقلب بقى. هنا انا حطيت المكونات وقلبتها، وبعد كده رحت حطيت الدقيق وحطيت عليه اللبن البودر وحطيت عليه رشة ملح. بس الزبدة انا بوريها لكم، انا سايباها مطلعاها طبعا من بدري، فكت سايباها بدرجة حرارة المطبخ لغاية ما فكت معايا خالص. بس هنا بقى انا هقلب الدقيق بالمكونات. بس لو لسه بقى حبيبتي اول مره بتشوفيني ومنوراني في القناه جديده، متنسيش بقى تعملي لايك حلو زي كده، تعملي اشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا مشاركه للفيديو. يعني يعني متنسوش، يعني دي حاجه بسيطه. يعني اعملي لايك حلو كده. وخشي بقى خدي جوله في القناه كده وشوفي الوصفات، وان شاء الله الوصفات تعجبكم. واكون خفيفه كده على قلوبكم. وبصوا بقى هنا زي ما زي ما انتم شايفين، انا جبت هنا معايا كوبايه ميه تاني. بصوا انا طبعا احنا متفقين ان اي معجنات احنا منحطش كميه السوائل كلها مره واحده. تمام. انا حطيت في الاول كوبايه واحده مع مع علبه الزبادي وال اللهم صل على النبي والبضايه، وقلبتهم. فطبعا محتاج لسه، لان الكميه معايا انا حاطه 6 كوبايات. انت ممكن تعملي 4 كوبايات نص كيلو، النص كيلو 4 كوبايات دي. تمام. ممكن تعمليها هتستكفي مثلا بكوبايه ميه، مش تاخد معاك اكتر من كده. ولو عملتي نص كيلو دي ما تحطيش كميه الميه كوبايه الميه كلها في الاول. ماشي. خلي يعني حطي مثلا نصها ميه، نص كوبايه، وخلي النص التاني كملي بيه العجينه. بس انا طبعا هنا عشان مزوده، هي خدت معايا كوبايه ونص ميه. ويعني ممكن معلقه او معلقتين، حاجه بسيطه يعني. برضو بيرجع على حسب على حسب نوع الدقيق بتاعك. بس هنا بقى انا لميتها بالاول بكوبايه الميه، وبعد كده رحت كانت محتاجه ميه تاني، رحت حطيت نص بقى. هنا دي يعتبر هي خدت معايا العجن كله كوبايه ونص ميه. تمام. كوبايه في الاول اللي حطيتها مع الخميره، والنص دون اللي لميت بيه العجينه دلوقتي. انا طبعا العجينه لسه هي طريه، بس لسه بتشد بتتقطع معايا. تعرفي لما العجينه تعجني فيها شويه وتيجي تلاقيها مثلا تشديها تلاقيها اتقطعت معاكي على طول، لا يبقى هي لسه محتاجه ميه سوائل تاني.
تحطي لها بصوا حبه بحبه. انا طبعا مش هدلق عشان خاطر ايه، خلاص هي العجينه لما معايا، فانا مش هبوظ الدنيا يعني عشان ما ازودش دقيق تاني وكده. فانا باخد ايه بايدي كده رشه برشه وايه واعجن في العجينه. اهم حاجه تعجني العجينه كويس. يعني انا مثلا قعدت ربع ساعه اعجن فيها، ريحت ايدي شويه 10 دقايق عجنتها وكملت بالزبده. احنا طبعا لسه الزبده مش هنحطها دلوقتي. وبس. وبعد كده بقى ايه بعجن فيها شويه بتاع 7 8 دقايق، وبعد كده احط الزبده اعجنها والمها واسيبها شويه اريح ايدي، وبعد كده 5 دقايق واروح راجعه لها تاني. عارفين يعني لما بتسيبوا العجينه ترتاح شويه وانتوا بتعملوها، بجد بتبقى حلوه جدا وبتديكوا نتيجه حلوه. بعد كده ممكن 5 دقايق تعجني فيها وتسيبها تريح، ترجعي لها تلاقيها بقت طريه جدا معاكي. يعني ايه، تلاقيها العجينه كل ما بترتاح بتنشط فيها الجلوتين اللي في العجينه اللي في الدقيق. تمام. فبتظبط معاكي بقى العجينه وبتتعجن معاكي على طول، ما بتحتاجش ان انت تفضلي تعجني فيها كتير. انا بقى هنا كنت حطيت الزبده معايا، كنت حطيت الاول نص معايا وقلبت فيه، لان طبعا بصوا اول ما تحطوا الزبده هتحسوا ان العجينه كده بتفك من بعضها وتسيب. ده عادي طبعا، ما تقلقوش خالص. كده انا وقفت الميه خلاص، انا حطيت بس كوبايه نص كوبايه، وبعد كده حطيت شويه صغيرين رشتين كده 3 وخلاص على كده. ما تنسوش برضو ان الزبده بيبقى فيها نسبه ميه، فمش عايزين نزود الميه السوائل قوي في العجينه عشان ما تسيبش معايا وتحتاج ان انا احط لها دقيق. بصوا انا هنا بقى كنت عجنت الزبده ولميت العجينه بالزبده وكانت طريه جدا وكانت جميله معايا. رحت سبتها ريحت شويه وغطيتها بتاع 5 دقايق كده. عملت حاجه مش عارفه ايه، وراكي حاجه اعمليها ورجعي كملي، هتلاقي العجينه بقت طريه جدا وحلوه جدا، وبصراحه مش محتاجه حاجه تاني. بس طبعا احنا بقى مش هنسيبها ونقعد نعجن فيها شويه، ان العجينه طبعا كل ما بتعجني فيها بتديكي نتيجه حلوه. بكمان المعجنات بتاعتك لما بتبات تاني يوم برضو بتحسيها ان هي بتبقى لسه طريه وحلوه شويه. بس هنا انا كنت خلاص عجنتها وسبتها شويه، وبعد كده رجعت لها تاني عجنتها 5 دقايق ولقيتها بصراحه مش محتاجه معايا اي حاجه، مش محتاجه حاجه تاني غير ان انا اسيبها بقى ترتاح. بس فغطيتها بقى، حطيت زيت في البوله بتاعتي او في الطبق بتاعي، وبعد كده رحت حاطه العجينه ورجعت نزلت عليها وحطيت على وشها حبه زيت تاني. بس وهسيبها بقى ايه، اغطيها بالكيس واسيبها واغطيها بالفوطه واسيبها بقى. هي بصراحه في الحر اللي احنا فيه ده قعدت نص ساعه بس، ما كملتش يعني، ما كملتش حتى ساعه الا ربع، لقيتها ما شاء الله كانت خمرت وتمام. انما لو معاكي في الشتاء هتاخد لها من ساعه لساعه وربع كده، لان طبعا في الشتاء بيبقى الجو بارد فالعجينه ما بتخمرش بسهوله. طبعا انا حطيتها بقى في مكان دافي وغطيتها وسبتها. هنا بقى ما دي معايا الشوكولاته بتاعتي اللي انا هحشي بيها. عايزه تسيحيها وبعد كده تشكليها وتحطيها في الفريزر تجمد، تمام مفيش مشكله. انا بقى محبتش لان انا كده كده انا عايزاها قطع كده سليمه، فكسرتها كده لمربعات صغننه. ودي كانت الجبنه معايا اللي انا كنت هحشي بيها. تمام. وقطعتهم بقى وسبتهم وركنتهم على جنب. هنا كانت خلاص العجينه ما شاء الله خمرت معايا. اهم حاجه اخرج الهواء اللي جواها، وبعد كده بقى ايه اجيب معايا فرشة المفرش بتاعي، او لو مفيش مفرش مفيش مشكله. رش بس رشه دقيق عشان خاطر العجينه طريه معانا جدا وما تلزقش منك على الرخامه لما تيجي تقطعيها. صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا كده على النبي واستغفروا ربنا. يعني الحاجات دي حلوة جدا يا جماعة، يعني طول ما انتوا قاعدين كده استغفروا، واقفة في المطبخ بتعملي حاجة استغفري، صلي على سيدنا محمد. يعني الاذكار دي حلوة جدا يعني بصراحة. بس هنا بقى العجينة بتاعتي انا كنت بقطعها الكور، قسمتهم ل4 كور. هعمل بقى معاكم شوية اشكال حلوة جدا وحاجات كلها سهلة جدا، يعني اللي هو كلها حاجات من البيت. يعني بصوا، اي ما عندكيش لبن بودرة عادي مفيش مشكلة، ممكن تحطي لبن عادي. بس هقولكوا على حاجة، اللبن في المعجنات كتير بينشف العجينة. تمام. ممكن لو عايزه تحطي لبن ممكن تحطي كوبايه لبن ونصها ميه، ممكن تحطي نص كوبايه لبن وكوبايه ميه. يعني حاولي توسطنيها، حاولي ما تخليش مثلا تحطي كله لبن بس، لان اللبن بينشف العجينه، بينشف المعجنات بعد كده، فاهمين. بس هفرد بقى هنا معايا اول كوره. عملتها انا، بصوا بفردها كده ايه دوريه كبيره. اهم حاجه ان انت تفرديها كلها تبقى يعني كلها سمك واحد زي بعضها، ما تحاوليش ان انت تتخني من حته وترفعي من حته، لا حاولي ان انت تخليها كلها سمك واحد. انا اول حاجه هعملها معاكم الدوناتس. تمام. بصوا يعني انا بشيلها كده بحركها وايه وبرجعها تاني، بحاول على قد ما اقدر ما افردهاش قوي.
انا عايزه سمكها يكون حلو كده معايا. عايزه بصوا شايفين السمك بتاعها ده كده سمكها حلو. في الاخر طلعت واحده الدوناتس ايه حلوه يعني كده. انا عاملاه ميني مش عاملاه كبير. عايزه تعمليها كبيره وتكون تخينه جدا، تخلي العجينه وانتي بتفرديها خليها اتخن من كده. وسيبيها طبعا لما تخمر هتلاقيها كبيره جدا معاكي زي اللي بتشتروها من بره واكبر كمان. عايزه تعملي ميني ممكن لو ما عندكيش قطعه الدوناتس دي، ممكن بكوبايه وبق الكوبايه كده تقطعي بيه العجين، وبعد كده بغطاء ازازه صغير تخرمي العجينه كده من النص. انا كنت منزله طريقه الدوناتس، لو عايزه تعمليها يعني لو عايزه تعملي دوناتس بس كنت منزله الطريقه بتاعته على القناه، ادخلوا شوفوها. بس هنا بقى بصوا كنت قطعته كله بالقطاعه بتاعه الدوناتس، ومعايا هنا بقى ورق زبده انا كنت قصاه وحطيت عليه الدوناتس. ليه؟ لان هو لسه هيخمر، فخدوا بالكم هيلزق لو سبتوه على الرخام او حطيته في صينيه هيلزق منكم. لما يخمر هيلزق. فتيجي طبعا تطلعيه تحطيه في الفرن، تحطيه في الزيت، اسفه معلش، هتلاقيها غصب عنك وانتي بتشيليها. طبعا هي مليانه هوا خمرت، فما ينفعش ان انتي تمسكيها خالص، لازم تمسكيها بحرص جدا، عشان حتى لو لزقت منك على الورقه حطيها في الزيت بالورقه. اول ما تحطيها هتلاقي الورقه اتفكت منها، وروحي مطلعاها بالمسكه بتاعتك وخلاص. ده لو لزقت يعني، لو ما لزقتش شيليها بالراحه جدا وانتي بتحطي في الزيت على طول، عشان في الاخر تديكي نفس الشكل ما تديش اي شكل تاني. بس انا هنا بقى كنت قطعتهم كلهم وسبتهم بقى على جنب يخمروا على الرخامه لغايه بقى ما اخلص انا بقيه الكميه دي. بقى دي الكره التانية. هعمل بقى ايه الميني دوناتس، الميني كرواسون اسفه، اللي هو المولتو الصغير. بس بصوا بقى انا هنا بقطع العجينه، بحاول اقطعها ايه الاول 4 ارباع كده، وبعد كده بقطع بقى مثلثات صغيره. يعني بصي بقى دي على زي ما انتي ما تحبي يعني، بس كل ما بتبقى صغننه بتبقى احلى يعني. بس هقطع بقى كده يعني ايه. بصوا يا جماعه ما تتريقوش طبعا عليا في التقطيع بتاعي القطعه دي اصلا بنت لذينه مش عارفه اقطع بيها. بصوا كل ما اجي اقطع من الحرف تروح شاده العجينه. يعني ايه على مهلكوا كده وانتوا بتقطعوا، بس عادي يعني احنا ما بنغلبش باي حاجه، اي تقطيع يعني عادي. حتى لو معوجه شويه مش عارفه ايه عادي مفيش مشكله يعني. كلنا بنغلط وكلنا ايدينا بتتعوج يعني، واحنا بندف عادي يعني مفيش مشكله. بس هنا بقى انا كنت قطعتها كلها مثلثات صغيره رفيعه. بصوا هجيب حرف العجينه كده ثبتها على الرخامه اشدها شويه، واروح لفه الدوناتس الشوكولاته حطاها في قلب المثلث، واروح لفه واروح لفه بقى عليها المثلث بالشوكولاته طبعا، واقفلها بقى كويس من تحت، واخلي القفله اللي انا قفلتها دي اخليها من تحت تمام، علشان خاطر ما تفتحش منكم، لان هي لسه هتخمر شويه. فلما بقى اخر حرف ده خلوه من تحت. بس انا هنا قفلتها، واخر حته دي كده بروح شداها او بثبتها على حرف الرخامه، وبروح قافله عليها البتاع المثلث. بصوا انا حطيت هنا، عايزه تحطي شوكولاته اكتر من كده ماشي مفيش مشكله يعني، بس هي انا كده كانت كميه الشوكولاته حلوه يعني فيها، ما كانتش قليله ولا حاجه. بصوا هنا ما شاء الله. انا كنت يعني ايه ما حبيتش اطول عليكم الفيديو يعني، بس وريتكم في الاول انا عملت ايه، وبعد كده كملت انا بقى بقيه الكميه كلها. بس هنا بقى اخر مثلثه كنت بقفلها، بصوا حطيت فيها الشوكولاته وقفلتها كويس، واهم حاجه في الاخر تشديها شويه عشان خاطر تقفل معاكي. واتفقنا ان الحرف الاخير دون احنا هنخليه من تحت تمام. هنا بقى كنت بوريكم، بصوا جبت برضو ورق الزبده لان ده لسه برضو هيخمر شويه، ودون انا هحمره في الزيت مش هحطه في الفرن، فحطيته برضو على ورق زبده عشان برضو لما اجي اشيله يبقى ايه ما احطوش على الرخامه ويلزق على الرخامه بعد ما يخمر واجي اشيله يهبط مني. لا احنا مش عايزين الكلام ده كله، عايزينه في الاخر تطلع نفس الشكل. بس هنا بقى انا هعمل برضو معايا اللي بالجبنه. فردت برضو كرة تاني. الزيادات طبعا اللي بتتقطع مني دي انا بسيبها في الاخر خالص، بلمها واعملها كورة، وبسيبها خالص العجينة ترتاح تاني، وبعد كده ارجع اخدها تمام. يعني مش باخدها على طول، بسيبها في الاخر خالص لغاية لما اخلص اللي انا كنت مقطعاه في الاول، وبعد كده ارجع اخدها تكون العجينة ارتاحت عشان تعرف تشكل معايا وما تتعبنيش. بس هنا ده بقى اللي كان بالجبن معايا. بصوا انا هقول لكم بصراحه اللي انا عملته يعني اللي انا قليته في الزيت كان حلو جدا، الدوناتس والميني مولتو تمام. انما اللي انا حطيته في الفرن هو كان حلو كل حاجه ومن جوه طري، بس انا اقول لكم بقى انا غلطت غلطه فانتوا ايه يعني ما تغلطوهوش. انا حطيت على وشه لبن
تمام. المفروض ان انا كنت حطيت ميه وشويه لبن صغيرين اللي عملتهم على بعض، وكنت حطيتهم على وشه ودخلته الفرن. بس انا بقى نسيت بصراحة، كنت ملخومة وولادي كانوا جنبي وبتاع فاهمين، فاللي هو اتلخمت عادي او نسيت، لقيت اللبن قدامي رحت واخداه على طول، ورحت حملت على وشه اللبن بالفرشة السيليكون ورحت مدخلاه الفرن. بس بقى اللبن نشفه من الوش بتاعه. مع ان انا طبعا اول ما طلع من الفرن اي معجنات او اي حاجة من الحاجات دي، اول ما بتطلع من الفرن لازم تغطيها على طول بفوطة وتسيبيها شوية ترد تاني وتطلع وتطرى بقى وايه، والسخونية ترد تاني فيه، فتخلي المعجنات بتاعتك تبقى طرية. انا بقى اول ما طلعته من الفرن رحت غطيته وسبته برضو، وشه كان فيه ناشف ووشه كان فيه طري، يعني مش كله كان طري بصراحة من بره، بس من جوه كان طري وكان حلو. بس هو من بره ضايقني شوية ان هو كان ناشف. بس ليه؟ لان انا غلطت وحطيت له لبن بس او ممكن كمان لو ما عندكيش لبن ممكن صفار بيضة وتحطي عليه نقطة مية صغيرة وتربيه وحبة فانيليا وتعملي الوش بتاعه، مش هينشف معاكي خالص. تمام. انا برضو قلت ايه اقول لكم للامانه، عشان ايه يعني انا ما بعمل حاجه وبتطلع معايا حلوه او فيها حاجه بقول لكم، علشان خاطر ما تجيش مثلا تجربي وتعمليها زي تلاقي نشفت منك فتتضايقي ولا كده. لا انا بحب ايه يعني احب اعمل حاجه اقولها بامانه. بس انا بقى كنت عملت اللي بالجبنه، وفي انا عملته زي ما انتم ما شفتوا، عملت ساده. الساده دون انا احط على وشه شوكولاته من فوق، والتاني انا عملته بالجبنه. فانا طبعا كنت حطيتهم في الفرن، فحطيتهم بقى في صينيه، جبت صينيه مدهونه رشه زيت بسيطه ورصيتهم فيها وسبتهم بقى يخمروا شويه، على ما انا بقى ايه ارجع احمر الدوناتس والميني كرواسون لغايه ما هم يخمروا. انا طبعا على ما عملت التانيين اللي هم في الصينيه دول كانوا دول خمروا خلاص، فارجع بقى اسوي دول انا على ما التانيين يخمروا شويه. جبت بقى معايا الزيت بتاعي درجة حرارة متوسطة، مش سخنة قوي، عشان طبعا لو سخنة او اول ما هتنزلي فيها الدوناتس او المعجنات بتاعتك هتلاقيها احمرت في ثواني. انا طبعا مرضتش يعني اطول عليكم الفيديو، على قد ما بقدر حاولت اختصر منه، بس انا برضو كنت عايزة اوريكم الطريقة كلها وعاوزة اوريكم انا عملت ايه. بس يا رب بقى الفيديو يعجبكم. متنسيش بقى تعملي لايك حلو زي كده، وتعملي اشتراك في القناة، وتعملي مشاركة عشان غيرك يستفاد والناس كلها تشوف الفيديو وجربوا الطريقة وقولولي. اللهم صل على سيدنا محمد. بس هنا بقى انا كنت حمرت الدوناتس بتاعي على طول اتحمر، ونزلت بقى وراه بالميني كرواسون انا طبعا مهديه الزيت خالص، لان هو بصوا بيحمر في ثواني، يعني ايه حاولوا على قد ما تقدروا تبقوا مهديين الزيت، علشان خاطر لو الزيت سخن هيعمل معاكي على طول اول ما تحطيه. وعلى مهلكوا برضو وانتوا بتعملوا، عشان خاطر ايه ما فيش حد فيكم يتلسع ولا حاجه، لان عايزه اقول لكم اللسعات دي بتبقى بنت لذينه يعني. ربنا يسترها معانا يا رب. بس هنا بقى بصوا بالعصايه بالخله كنت بحاول بقلبها كده بالراحه، اهم حاجه ان انتي بالراحه تقلبيها، ما تعمليهاش جامد، علشان اول ما تحطيها وانتي بتيجي تقلبيها لو خرمتيها هتعمل منك، فخدي بالك. بصوا انا هنا كنت بس انا حبيت بس ايه اوريكم، انا والله يا جماعه عايزه اقول لكم الفيديو ده كان ساعه، التصوير ده كان ساعه ونص واكتر كمان، وانا قعدت يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا اقلل لكم فيه عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل، بس برضو حبيت ان انا اوريكم ايه، هو معلش هو طويل شويه بس عشان خاطر انا عملت كذا حاجه من عجينه واحده، عملت كذا حاجه بالفيديو. انت بقى عايزه تعملي الدوناتس، عايزه تعملي لهم الميني مولتو بكوبايه دقيق بكوبايتين دقيق مفيش مشكله، اي تحليه سريعه كده وبسيطه وما بتاخدش وقت خالص يعني. انا عملته على طول ما خدش في ايدي حاجه، زي ما انتم شايفين التقطيع بسيط جدا واللف بتاعه بسيط، هتسيبيه يخمر ايه 10 دقايق ربع ساعه يخمر معاكي على طول، ويستوي على طول زي ما انتم شايفين، يعني حاجه بسيطه، بدل ما نشتري لولادنا الحاجات دي من بره ومش عارفين حاطين فيها ايه ولا كده، وكمان غاليه لا انتي لما تعملهم حاجه في البيت هيفرحوا بيها جدا يعني. انا عايزه اقول لكم والله ولادي فرحوا جدا، بقوا مش متخيلين يعني ان هو عامل زي بتاع بره بالظبط، وكان طعمه حلو جدا، فقلت بعمل لهم تشكيله حلوه كده. بس يا رب بقى الفيديو يعجبكم. بصوا ما شاء الله كان حلو جدا وكان طري جدا، وده الدوناتس ده غير ما شاء الله طبعا اللي هم كلهم واقفين معايا بألف هنا اليوم يا رب. ربنا يخلي لنا ولادنا كلنا وتعملوا لهم كده وتعيشوا تعملوا لهم. بصوا ده بقى اللي انا بقول لكم عليه،
هنا كان معايا اللبن، رحت كنت بقى مستعجله وكنت كنت واقفه من بدري والله وتعبت قوي. ف بصوا ما خدتش بالي خالص، نسيت اصلا ان انا اعمله بحبه ميه، رحت عملته كده باللبن على طول. ما حبيتش برضو ان انا اعمله بالبيض لان انا مش عايزه اعرفكم يعني او اعمل لكم كل ما اعمل معجنات احط على وشها صفار بيض. لا، في حاجات تانية بتحط كتير، في ممكن ترشي ميه، ممكن ترشي لبن بميه، ممكن تحطي حبه ميه صغيرين بحبه سكر بودر كده وتقلبيهم وتعملي على الوش، فاهمين؟ بس هنا بقى كنت بوريكم خلاص استوى معايا. واول ما طلع من الفرن انا الباتيه الميني كرواسون اللي بالجبنه ده رحت مغطياه على طول وسبته. اللي انا حطيت على وشه شوكولاته ده اللي هو الساده. تمام، انا بقى سيحت بقيه الشوكولاته اللي كانت باقيه معايا، سيحتها على ميه سخنه او لو عندك ميكروويف سيحيها فيها، وجبت كيس كده حطيتها فيها وخرمته من الحرف من تحت بس، وعملتهم بقى كده. كان على وش عايزه اقولكم كان خطير وكان حلو جدا وكان طري جدا. وده كان عندي صوص فراوله، كانوا بصراحه اخر حاجه فيه يعني. قلت اما اخلصهم بقى عشان ارمي العلبه. بس زي ما انتم شايفين بقى ما شاء الله شكلهم حلو جدا. بصي يعني الكميه اللهم بارك حلوه جدا، ده غير ما شاء الله اللي احنا كلناه والولادي كلوه. بصوا صغنن وجميل عامل زي بتاع بره بالظبط وطريه جدا. وبصوا طعمها خطير، عايزه اقولك وانت واقفه ممكن تحطي 3 4 في بقك من حلاوته. والله كان جميل جدا. يا رب الفيديو يعجبكم بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.